هذا الفيديو يسلط الضوء أيضاً على أهمية السياحة في المنطقة. يأتي السياح من جميع أنحاء العالم لاستكشاف جبال الأطلس، سواء لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة، التزلج، أو ببساطة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية. وهذا يساهم في الاقتصاد المحلي، ولكنه يطرح أيضاً أسئلة حول الاستدامة والتأثير البيئي. طور سكان المناطق الجبلية في المغرب مهارات وتقنيات للعيش والعمل في هذه الظروف القاسية. استخدام البغال للنقل هو مثال على هذا التكيف، حيث يظهر كيف تستفيد المجتمعات المحلية من الموارد المتاحة للتغلب على التحديات الجغرافية. في المناطق الجبلية مثل الأطلس، تكون البغال غالباً وسيلة النقل الوحيدة الموثوقة لعبور الممرات الضيقة والوعرة. هذه الحيوانات القوية والمتحملة ضرورية لنقل الأمتعة والمؤن، وحتى السياح الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في اجتياز هذه المسارات الصعبة سيراً على الأقدام. جبال الأطلس المغربي، خاصة عندما يكون مغطى بالثلوج، يوفر مناظر طبيعية تأخذ الأنفاس. الجبال الشاهقة، الوديان العميقة، والقمم المكللة بالثلوج تخلق مشهداً مهيباً يجذب عشاق الطبيعة والمغامرين. باختصار، هذه المغامرة في جبال الأطلس المغربي هي شهادة على مرونة المجتمعات وجمال الطبيعة الخلابة لجبال الأطلس المغربي، والتفاعلات المعقدة بين الإنسان والحيوان والبيئة في هذه المنطقة الفريدة من نوعها. الثلوج في الأطلس، رغم جمالها، يمكن أن تشكل أيضاً تحدياً لوجستياً وأمنياً. تصبح المسارات زلقة وخطيرة، وقد تتغير الأحوال الجوية بسرعة، وهذا يتطلب استعداداً دقيقاً ومعرفة عميقة بالمنطقة. الله يبارك.
I don't have a جبال الأطلس تتميز بشتاء قاس مع تساقط الثلوج ودرجات حرارة متجمدة وصيف حر وجف. يجب على الرعاة التكيف باستمرار مع هذه الظروف القاسية، يقومون بنقل قطعانهم وفقاً للمواسم وممارسة الترحال بحثاً عن المراعي والماء. في الشتاء ينزلون غالباً إلى الوديان، بينما في الصيف يصعدون إلى المرتفعات هرباً من الحر. الرعاة الأمازيغ يمارسون نمط حياة رعوي يعود إلى آلاف السنين. يقومون بتربية الماعز بشكل أساسي، بالإضافة إلى الأغنام، وهي حيوانات تتكيف جيداً مع التضاريس الوعيرة والمراعي الفقيرة في جبال الأطلس. توفر هذه الحيوانات الحليب، اللحم، الصوف، والجلود، وهي عناصر أساسية لبقاء العائلات.
رغم قدرتهم على الصمود، يواجه الرعاة الأمازيغ العديد من التحديات المعاصرة. يؤثر التغير المناخي على الدورات الطبيعية للمراعي والماء، مما يجعل نمط حياتهم أكثر هشاشة. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تنجذب الأجيال الشابة إلى المدن، تاركة وراءها معرفة تقليدية معرضة لخطر الاندثار. في بعض مناطق الأطلس، يلعب السياحة دوراً متزايداً في الاقتصاد المحلي. غالباً ما يتم استقبال الرحالة والمسافرين من قبل الرعاة، الذين يشاركونهم معرفتهم وكرم ضيافتهم. يوفر هذا مصدراً إضافياً للدخل، ولكنه يثير أيضاً تساؤلات حول الحفاظ على نمط حياتهم التقليدي. Why? Guys, is there a reason, or is it just? I love it. Same. Best fellowship by far. They usually say. You know, people say if you ever kill someone, that's the best way to get rid of the body because pigs eat everything. So, yes, that's how it even eat the skull. No. And we eat the pigs. But there is this If you ever kill someone, throw the if you ever kill somebody in a body, bury it 8 feet deep. Cover it up. Put a dead animal on top. No, 25 minutes. Bravo. Non so, sexy talent. باختصار، يمثل ملجأ تمسولت ووادي تازاغارة سحر جبال الأطلس المغربي، مناظر طبيعية تأخذ الأنفاس، ثقافة أمازيغية غنية وأصيلة، وفرص لا حصر لها للمغامرة والاستكشاف. إنه مكان حيث تتعايش الطبيعة والإنسان في وئام، مما يمنح الزوار تجربة فريدة ومثرية. يقع وادي تازاغارت وملجأ تمسولت في قلب الأراضي الأمازيغية. يتمتع الزوار بفرصة لقاء السكان المحليين واكتشاف نمط حياتهم التقليدي وتذوق المأكولات الأمازيغية مثل الطجين الشهير أو الشاي بالنعناع. القرى المحيطة مع منازلها الحجرية ومدرجاتها الزراعية تقدم لمحة عن الحياة في جبال الأطلس. Yes, they are efficient. ملجأ تمسولت الواقع في وادي تازاغارت في جبال الأطلس المغربي هو مكان رمزي لهواة المشي لمسافات طويلة وعشاق الجبال. يقع في قلب المناظر الطبيعية الخلابة للأطلس الكبير، ويعتبر هذا الملجأ نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف القمم المحيطة، بما في ذلك جبل طبقل الشهير، أعلى قمة في شمال إفريقيا، 4167 متراً. We are here
ما شاء الله. شلال تمسول الواقع في الأطلس الكبير المغربي هو واحد من أكثر الشلالات إثارة للإعجاب وشهرة في المغرب. يقع هذا الشلال في وادي تازاغارت بالقرب من الملجأ الذي يحمل نفس الاسم، وهو جوهرة طبيعية تجذب هواة المشي لمسافات طويلة، المصورين وعشاق الطبيعة. زيارة شلال تمسولت هي تجربة غامرة في الطبيعة، سواء كان ذلك للإعجاب بقوة المياه أو الاسترخاء في إطار خلاب أو ببساطة للانبهار بجمال المناظر الطبيعية، فإن هذا المكان يترك انطباعاً دائماً. إنها أيضاً فرصة للانغماس في الثقافة الأمازيغية من خلال لقاء السكان المحليين واكتشاف نمط حياتهم التقليدي. شلال تمسولت هو رمز للجمال البري والمحفوظ لجبال الأطلس المغربي، وهو يبرز الثروة الطبيعية لهذه المنطقة الجبلية، حيث يقوم الماء النادر والثمين بنحت المناظر الطبيعية وإعالة المجتمعات المحلية. بالنسبة للزوار فهو تذكير بقوة وعظمة الطبيعة. Yeah,